كانت هناك فتاة شابة تعمل في مصنع، وذات يوم وجدت تذكرة ذهبية مخفية داخل لوح شوكولاتة. حاولت أن تخفيها، لكن في تلك اللحظة ظهر رجل وانتزعها منها بالقوة. في الحقيقة كان ذلك الرجل قد أنفق ما يقارب ملياري دولار لشراء ملايين قطع الشوكولاتة من مختلف أنحاء العالم، وقد وظف آلاف الأشخاص لفتح تلك القطع والبحث عن التذاكر الذهبية المخفية بداخلها. لم يكن في العالم كله سوى 5 قطع شوكولاتة فقط تحتوي على تذاكر ذهبية، ومن يعثر على واحدة منها يحصل على فرصة لزيارة أكبر مصنع شوكولاتة في العالم. بدأ الأطفال في كل مكان يشترون الشوكولاتة على أمل أن يجدوا إحدى تلك التذاكر. كانت التذكرة الأولى من نصيب صبي بدين لا يفعل شيئا سوى أكل الشوكولاتة ليلا ونهارا. أما التذكرة الثانية فكانت من نصيب ابنة مليونير 3. كان والدها قد اشترى كميات هائلة من الشوكولاتة. وحصلت فتاة على التذكرة الثالثة بينما فاز صبي يدعى مايك بالرابعة، وكان يقضي كل وقته في لعب ألعاب الفيديو. الآن بقيت تذكرة واحدة فقط. لم يكن شارلي يتوقع أبدا أن يحصل عليها. كانت عائلته فقيرة جدا وتعيش في منزل صغير متهالك. في عيد ميلاده تمكنت عائلته بصعوبة من شراء لوح شوكولاتة واحد له. فتح شارلي الشوكولاتة بسعادة، لكنه لم يجد أي تذكرة ذهبية بداخلها، فشعر بخيبة أمل كبيرة. عندها أخرج جده بعض المال الذي كان يدخره وقال له: اذهب يا بني واشتري قطعة شوكولاتة أخرى. اشترى شارلي قطعة أخرى لكن لم يكن فيها تذكرة أيضا. عاد حزينا يمشي في الطريق، وبينما كان يسير وجد بعض النقود ملقاة على الأرض، فاستعملها لشراء قطعة شوكولاتة أخيرة. وما إن فتحها حتى ابتسم له الحظ، إذ كانت التذكرة الذهبية داخلها. هنأه صاحب المتجر فورا، وركض شارلي إلى المنزل من شدة الفرح ليري التذكرة لجده. فقفز الجد من الفرح وبدأ يرقص كما لو أن العالم كله أصبح ملكا لهما.